هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. السلام عليكم ورحمة الله، مستمعي ومستمعات صوت المنتدى. أحييكم أنا صلاح محمد زين وزملائي يوسف بوليسي ومحمد علي موسى، ونرحب بكم في ساعة اليوم الأربعاء 6 يناير، والتي نستهلها بنشرة للأخبار، ثم تستمعون إلى رسالة المنتدى الوطني الإريتري للحوار، يليها لقاء أجراه الزميل جمال عثمان همد مع الخبير الاقتصادي والمالي السيد أبو بكر علي عثمان. صاني بالطبات عندي السفلة لا أرحو منا قبي سلام قليب الله تربيب من لك كبتتي بيه ولا سفلان تسبيه اللي سلينا وبرا معال سني بحر والشمال قرقص انت مناظر جمال أطمع سيكو قرصو سينما أيضا بحري بون وأكام بردا أنوار تيجو لبي أبردا مسابويا لدولت عدال أمبرو ترينو تيب كبدال أمبرو ترينو تيب كبدال باطل عباي وباطل عباي كثيرين صفل القوى حريري الرأس مدرك منينات شام يبتا إلى مدينات. صوت المنتدى. هذه نشرة الأخبار أستهلها بقراءة العناوين. اشتباكات مسلحة بين إريتريا وإثيوبيا في الأراضي الإريترية المحتلة. اغتساب 3 فتيات من منتسبي الخدمة الإلزامية بمعسكر سارة. تفاصيل الأخبار. شهدت الأراضي الإريترية المحتلة من قبل إثيوبيا في 31 من شهر ديسمبر الماضي اشتباكات مسلحة بين وحدتين استخباريتين إريترية وإثيوبية. وأفادت مصادر إذاعة صوت المنتدى بأن الاشتباكات المسلحة وقعت في ضاحية دنب حمبرتي بمنطقة بادمة في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الفائت، عندما تعرضت وحدات استخباراتية إريترية لهجوم مفاجئ من قبل نظيرتها الإثيوبية. واستمرت الاشتباكات لمدة ساعة كاملة وأدت إلى قتلى بين الطرفين لم يتسنى لمصادرنا التعرف على أعدادهم. هذا ورغم إحجام الدولتين عن التصريح بالحادث،
إلا أنه لم يكن الأول من نوعه، وإنما شهدت المنطقة المحتلة حوادث عديدة في الآونة الأخيرة، كان آخرها اشتباكات اندلعت بين الطرفين في أواخر العام الماضي، واستمرت لمدة ساعتين أودت بحياة العديد من العسكريين من الطرفين. والجدير بالذكر أن إثيوبيا تستمر في احتلال الأراضي الإريترية في منطقة بادمة، وتقوم ببناء البنى التحتية لمؤسساتها العسكرية والإدارية في المنطقة، في انتهاك واضح لقرار المحكمة الدولية الإلزامي والنهائي والقاضي بسيادة إريتريا على منطقة بادمة المتنازع عليها. ويذهب العديد من المراقبين إلى أن الموقف الإثيوبي الرافض للقرار النهائي والإلزامي أدى إلى استغلال العصبة الحاكمة في أسمرة حالة لا حرب ولا سلم في التغول في استبدادها وطغيانها الذي يدفع ثمنه الشعب الإريتري المغلوب على أمره. وأعلنت أغلب التنظيمات والأحزاب الإريترية المعارضة عن رفضها للاحتلال الإثيوبي للأراضي الإريترية، وطالبت في أكثر من مناسبة باحترام السيادة الإريترية واحترام القرار النهائي والإلزامي لمفوضية الحدود الإريترية الإثيوبية وتطبيق بنوده في أسرع وقت. اغتصبت 3 فتيات من مدرسة وارساي كألو في مركز التدريب العسكري بساوا بعد أن أجبرن على حضور حفل ماج أقامه الضباط وإداريو معسكر ساوا احتفالا برأس السنة الميلادية. وذكرت مصادر إذاعة صوت المنتدى من معسكر ساوا أن الفتيات ال3 من لواء التدريب الرابع قد تم اغتصابهن بالقوة وعثر عليهن في حالة إنهاك مريعة استدعت تلقي العلاج بمشفى ساوا العسكري لعدة أيام. ورغم اعتقال مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة بعد التعرف عليهم، إلا أن مصادرنا تؤكد أنهم سيخرجون منها دون عقوبات رادعة نتيجة للمحاباة والمحسوبية التي تمارس في مثل هذه الحالات للتغطية على ممارسات المسؤولين الإجرامية. ويذكر أن المعسكر قد شهد حادثا مماثلا في شهر يناير من العام الماضي، حينما تم اغتصاب فتاة كانت تعمل ضمن قسم التأهيل المهني بساوا بعد استدعائها لاستلام رسالة من أهلها، وقامت مجموعة من المسؤولين باغتصابها وقتلها. وفي خطوة استباقية قامت إدارة المعسكر باعتقال زميلاتها في القسم في معتقل حدش معسكر خوفا من تسريب أي معلومات تتعلق بالجريمة، بينما تم إبلاغ أهل الفتاة بوفاة ابنتهم نتيجة لذبحة قلبية. وتتزايد أعداد الهاربين من طلاب معسكر ساوا نتيجة للممارسات اللا إنسانية التي تتعرض لها الفتيات من حين لآخر. وحسب الإحصائيات التي ترد إلينا من جهات موثوقة تؤكد أن المعدل الشهري لهروب الشباب من معسكر ساوا وصل إلى 300 طالب ومتدرب ومجند من الجنسين خلال العام الفائت. نهاية النشر. صوت المنتدى. فيما يلي أقرأ لكم الرسالة الصادرة من منتدى الحوار الوطني الإريتري بمناسبة العام الجديد. إلى الشعب الإريتري الأبي، إلى البواسل في قوات الدفاع الإريترية، بانقضاء عام 2015 وولوجنا لعام 2016 يأمل منتدى الحوار الوطني الإريتري أن يكون هذا العام عام خير وحوار وتغيير. لقد ناضل الشعب الإريتري لنصف قرن من الزمن، عقدين منه في مجاهدات سياسية و3 عقود كفاحا مسلحة، كل ذلك بهدف إدارة شأنه بنفسه وفقا لثقافته الوطنية، ولينعم بالحرية والرفاه والقيم الإنسانية، وضمان سيادة قراره الشعبي والوطني، وتأسيس وطنه المستقل. كثيرون هم من قالوا أن قضية إريتريا لا يمكنها الانتصار، وإنها قضية منسية وخاسرة، لكن الشعب الإريتري بإرادته الفولاذية وتضحياته الغالية أنجز استقلاله بجدارة واقتدار معتمدا على ذاته.
فبتنظيم قدراته الشعبية وقناعته الراسخة بالانتصار حقق انتصارا على عدوه الذي كان مسلحا بكل وسائل وعتاد الحرب من الشرق والغرب. إن القيم والمبادئ الثورية النضالية التي أنجزت أسطورة التحرير تم الانقلاب عليها عقب الاستقلال الوطني من مجموعة صغيرة، وبهذا الانقلاب على قيم الثورة ومبادئها استولت عصابة محدودة العدد على القرار الوطني. وبهذا الانقلاب الذي تم على ميثاق ومبادئ وقيم الثورة تحولت سنوات ما بعد الاستقلال إلى سنوات وأد للحلم الإريتري، فالعصابة حولت الشعب الإريتري إلى قطيع من العبيد مهامه تنفيذ أوامر المجموعة التي استولت على القرار الوطني بغير شرعية شعبية، حيث حرمته حقوقه الأساسية في الحرية والنماء. الشعب الإريتري الذي قدم تضحيات جسام باهظة وكبيرة وطويلة المدى من أجل أن يكون وطنا يعبر فيه عن رأيه بحرية ويشارك في صناعة حاضره ومستقبله، نجده وقد حرم بعد طرد الاحتلال الإثيوبي من هذا الحق الأساسي. ليس هذا وحسب، بل أغرق في الفقر والقهر والتشرد والإذلال، وأصبح كل مواطن يتساءل عن هذه المآلات المأساوية يجابه بالاعتقال والقتل. هذه الممارسات العدوانية ضد الشعب الإريتري من قبل الحكومة غير الشرعية وضعت الشعب والوطن على منزلق هاوية شديدة الانحدار. أيها الشعب الإريتري الأبي، إن المعطيات تشير باقتراب سقوط مجموعة العصابة الحاكمة، وللتسريع بيوم قدوم عودة السيادة للشعب الإريتري ولضمان سير عملية التغيير وفقا لإرادته ومصالحه الجماعية، تتطلب المرحلة خوض نضال جوهره تحقيق مطالب الشعب الإريتري بالمشاركة الجماعية. وينبغي أن يوضع الشعب الإريتري الذي تمت خيانة مشروعه الوطني في المقدمة. فمنتدى الحوار الوطني الإريتري هو إطار تأسس من مناضلين لتحقيق هذه الغاية، وتنحصر مهامه في تنفيذ مهمة الحوار الوطني بهدف إقامة دولة القانون التي تسير شؤونها بالدستور الوطني لإقامة العدل في إريتريا، وفي سبيل تحقيق ذلك تفسح المجال لقوى التغيير الديمقراطي الإريتري كافة. لهذا فإن كل من يتوافق ويناضل من أجل العدالة والأهداف المشتركة في الحرية والمساواة في إريتريا هو جزء من منتدى الحوار الوطني الإريتري. إن الاستمرار في الأعمال الفردية أو ضمن مجموعات صغيرة اتضح بشكل جلي ضرره البالغ في إلهاء المجتمع وزجه في صراعات فردية ومجموعاتية ضيقة، وأن مثل هذه الآليات أدخلت العمل المقاوم في صراع داخلي فيما بينها، مبعثرة بذلك جهود المقاومة في غير معركتها الحقيقية. إن شعبنا لا يثق في المهاترات ولا في الثأر والتشفي، فهو أكثر ثقة بالعمل الجماعي ذات المصداقية، ويميل بثقافته العريقة إلى مجالس الحوار والنقاش والتفاكر والرأي الجماعي. إن المرحلة تستدعي بشكل ملح وعاجل حوارا وطنيا جامعا لكل الإريتريين، يرتكز على احترام إرث شعبنا الثقافي الراسخ في الشورى والقرار والإدارة الجماعية، فهو شعب يستمع إلى كل أفراده، صغيرهم وكبيرهم، قويهم وضعيفهم، مستقبلا ومتقبلا من الجميع في دائرة حوار الرأي السديد، ليخلص في النهاية بعد تفحص وتدقيق وتقليب الرأي إلى الرأي الجماعي الحكيم. إن شعبنا الإريتري يدرك تماما أن النظام القمعي قام بهدم القيم الثقافية السمحة لشعبنا، كما يعلم بأن عملية تغييره وإسقاطه لا تتم إلا بإحياء هذه القيم المتمثلة في الحوار والشورى والاستماع لرأي الشعب والعمل بصورة مشتركة. العصابة الحاكمة بدورها تعلم بأن العمل الجماعي للشعب الإريتري هو العامل الوحيد القادر على اقتلاعها، لهذا وضعت تمزيق وحدة الشعب الإريتري هدفها الأول، فهي تعمل ليلا ونهارا على تمزيق وحدة الشعب الإريتري لينشغل عنها في صراعات داخلية
بينية. إن اليوم الذي يقرر فيه الشعب الإريتري وقوات دفاعه إعلاء صوتهم بشكل جماعي وموحد، لا للاستعباد لا للديكتاتورية، حينها سيتهاوى نظام الطاغية، فما بقاؤه حتى الآن إلا على سياسات فرق تسد. ظل ولا يزال منتدى الحوار الوطني يعمل بكل جهده عبر منابر الحوار الوطني لتحقيق المهمة الضرورية والعاجلة في إيجاد حراك نضالي جماعي للتغيير. وفي مسعاه هذا عقد منتدى الحوار الوطني في مشارق الأرض ومغاربها لقاءات عديدة دعما للحوارات، ممهدا الأرضية المناسبة لتنسيق نضالات الشعب الإريتري لتتوحد حول هدف إقامة دولة العدل وإسقاط عصبة الاستبداد. وفي هذا السياق كانت آخر مهامه في العاصمة الكينية نيروبي، ففي نوفمبر من العام الماضي 2015 عقد ورشة عمل للحوار والتشاور الوطني. هذا الملتقى شاركت فيه التنظيمات الإريترية التي تناضل بهدف سيادة العدل في إريتريا، وكذلك شارك فيه أفراد مناضلون، وقد كان بحق منبرا دفع بتنسيق الجهود المقاومة تحت هدف واحد. أيها الشعب الإريتري الأبي، سيستمر منتدى الحوار الوطني في مهامه النضالية بهدف تنسيق نضالات الشعب الإريتري بالداخل والخارج حتى تتحقق دولة العدل التي ينشدها شعبنا وضحى من أجل إقامتها كثيرا وطويلا. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل لن يألو منتدى الحوار الوطني الإريتري جهدا، فهو يعمل وسيعمل ممهدا للأرضية المناسبة للحوار الوطني بين كافة القوى الوطنية المناضلة من أجل العدالة. فهو في ذلك ليس وصيا على القرار الجماعي، ورأيه لا يحمل أي قداسة أكثر من رأي التنظيمات الإريترية المعارضة، بل هو مجرد رأي داخل منتديات وملتقيات الحوار. فمنابر الحوار الوطني هي سيدة نفسها وتمثل رأي القوى الوطنية المشاركة، فما يدعو له منتدى الحوار الوطني هو الاهتداء بالمطلب الشعبي الملح والضروري. فصوت الشعب الإريتري المغلوب على أمره يصرخ مناديا: وحدوا صفوف القوى المطالبة بالعدالة، وحدوا جهودكم، وحدوا جهودكم لإسقاط الدكتاتورية التي خانت أمانة الشهداء، وحدوا صفوفكم بدل الانشغال بالصراعات الفردية والجهوية والتنظيمية. هذه المناشدات هي التي يعطيها منتدى الحوار الوطني الإريتري الأولوية. فمنتدى الحوار الوطني الإريتري يؤمن بأن مسؤولية التغيير وإرساء العدالة ليست مهام تنحصر على بعض التنظيمات والأفراد، بل هي مسؤولية جماعية كما أنها مسؤولية كل فرد، وأن التغيير لا يتحقق إلا بمشاركة الجميع. لهذا يتطلب ضرورة التعرف بدقة متناهية على أولويات المرحلة. فشعبنا الإريتري يعاني الأمرين في الداخل والخارج، وكله يتطلع بفارغ الصبر إلى مشاهدة النضال المشترك لقوى التغيير بدل انقسامها في مجموعات صغيرة متناحرة. يتطلع إلى ذلك لأنه ينتظر يوم الخلاص وحدوث التغيير الذي ينتشله من الظلم والإذلال والفقر إلى واقع يستعيد فيه القرار الشعبي والحرية والكرامة الإنسانية والنماء والرفاهية. أيها الشعب الإريتري الأبي، إن منتدى الحوار الوطني الإريتري ومنذ انطلاقته كان يمتلك نظرة ثاقبة لمتطلبات المقاومة وأولوياتها، وسار على ضوئها بخطى واثقة وثابتة وعميقة، ملامسا بذلك المطالب الملحة لشعبنا. وقد تسارعت فاعليته وتوسعت بعد تفاكره مع رفاقه من التنظيمات المعارضة في ملتقى الحوار التشاوري الوطني في نيروبي. فتشاور وتفاكر تنظيمات المقاومة الإريترية هو حجر الزاوية لتحقيق حلم شعبنا. وسيسخر منتدى الحوار الوطني الإريتري كل إمكاناته لتحقيق برنامج تنسيق فعاليات قوى التغيير الديمقراطي بهدف تحقيق الهدف المشترك، ألا وهو دولة العدل والديمقراطية والمساواة.
والاقتصاد الحر والانتخابات الشفافة والنزيهة التي يختار فيها شعبنا من يدير شأنه العام، والتعدد السياسي والتبادل السلمي للسلطة، وكل ذلك على أساس دستور يمثل إرادة الشعب وثقافته وموروثه. دولة تتعاون وتتكامل مع إقليمها والعالم، وتنمي العلاقات مع المؤسسات الدولية التنموية والإنسانية، وتحترم وترعى السلام والأمن الإقليمي والعالمي. إن توحيد فعاليات المقاومة الإريترية حول هدف واحد أساسي ومشترك، وتسخير كل المجاهدات لتحقيقه، ورأب التباينات البينية التي يغذيها نظام الاستبداد، كل ذلك سوف يقصر من سنوات معاناة شعبنا، وسيعجل من سقوط عصابة الاستبداد في إريتريا، والتي حتما هي إلى زوال. المجد والخلود لشهداء إريتريا. المجد والخلود لإريتريا. يناير 2016. منتدى الحوار الوطني الإريتري. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله كل أوقاتكم أينما كنتم. هذا جمال همد يحييكم ويقدم لكم هذه الفقرة الحوارية مع الأستاذ أبو بكر علي عثمان. وأبو بكر علي عثمان موظف سابق في وزارة المالية، خريج اقتصاد أم درمان الإسلامية، عمل باحث في الدراسات الاجتماعية، وهو متخصص بجانب عمله في الشؤون المالية، متخصص في كتابة المشاريع والبحوث والدراسات. مرحبا بك أبو بكر علي عثمان في هذا الحوار. أحييك باسم المنتدى، وأسأل مباشرة وأقول الآن نحن في خواتيم 2015، إريتريا اقتصاديا وماليا كيف تبدو برأيك، خاصة وأنه التقرير السنوي للأمم المتحدة لمكتب الإنمائي للأمم المتحدة قد صدر، وفيه فقرة خاصة تتعلق بإريتريا. كيف تقرأ كل ذلك مع بعض أستاذ أبو بكر؟ شكرا أخي جمال. قبل أن أدخل في الإجابة على السؤال، أولا أشكر لإذاعة المنتدى وأشكرك شخصيا، وأحيي عبرك أبناء وبنات الشعب الإريتري في المهجر وفي الداخل بالسنة الجديدة، متمنيا للجميع الاستقرار والحياة الهادئة. للإجابة على هذا السؤال، أعتقد هو سؤال شوية كبير. نعم كبير، لكن خلينا نبدأ بفكرة أولية عن الاقتصاد الإريتري نفسه ومكونات أو القطاعات الاقتصادية الحية المؤثرة في هذا الاقتصاد. بطبيعة الحال كلنا كما نعلم أنه الاقتصاد الإريتري أو إريتريا بشكل عام كدولة يعني هي نتاج أو جاءت بعد مخاض طويل من النضال التحرري الذي دام 30 سنة، وبالتالي تأثير البنية التحتية أو ما أدى إلى تحطيم البنية التحتية والتأثير في كافة مناشط الحياة الاقتصادية والاجتماعية في إريتريا شيء مفهوم بالنسبة للمواطن الإريتري وبالنسبة لكل إنسان متابع للوضع في إريتريا. وكان يؤمل أن تتغير الأوضاع ما بعد التحرير وما بعد استقلال الدولة الإريترية وإعلان استقلالها رسميا في 93. نعم. لكن الأمور كما نعلم جميعا لم تكن بالمستوى وبمستوى الطموحات والتطلعات الوضعها الشعب الإريتري في
أو كان يتوقعها الشعب الإريتري ما بعد التحرير. على العموم عشان ما أطول في النقطة دي، فكرة مختصرة جدا للقطاعات الاقتصادية المؤثرة في الاقتصاد الإريتري. إذا حاولنا نقسمها لقطاعات رئيسية حنلقى القطاع الزراعي بيساهم بحوالي 11.7 إلى 19.9% من الناتج المحلي الإجمالي يعني. دي تقديرات 2013. بالنسبة للقطاع الصناعي في بعض التقديرات بتقول 26.9%، وأخرى بتشير إلى مستوى أدنى من كده بكثير. قطاع الخدمات بشكل عام بيساهم ب61.4% بشكل إجمالي من الناتج القومي المحلي. إذا حاولنا يعني ننتقل إلى مؤشر آخر لأداء الاقتصاد الإريتري وهو الميزانية، تقديرات 2013 أيضا بنلقى فيها عجز كبير جدا يعني يصل إلى مستوى 13% من الناتج القومي الإجمالي، وبالأرقام المطلقة يصل إلى 448.2%. نتيجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية المرت بها إريتريا ما بعد التحرير، وبالتحديد ما بعد 98 بعد الحرب الإريترية الأثيوبية. بالضبط. أيضا هذا كان تأثيره كبير جدا في أداء الاقتصاد الإريتري، إذ نشاهد إذا أخذنا مثالا الميزان التجاري بتقديرات 2013 بنلقى أنه العجز في الميزان التجاري وصل إلى مستوى 530.8 مليون دولار، باعتبار أن الصادرات كانت 496 والواردات كانت 1027. يبقى ده دليل واضح على أنه الأداء الاقتصادي في السنوات الأخيرة، أو على الأقل في 10 سنوات الأخيرة، كان سيء إلى أبعد حد، وكان مدني إلى أبعد حد جدا. بعد إذا انتقلنا إلى مؤشر الأداء أو مؤشر التنمية البشرية الصادر مؤخرا من صندوق الإنماء التابع للأمم المتحدة. أول حاجة قبل ما ندخل في التفاصيل بتاعة المؤشرات الصادرة، أنا شخصيا أفضل أنه ننعش ذاكرة أو نراجع مع بعض مفهوم المؤشر نفسه، يعني المؤشر بتاع التنمية البشرية. هو ده مفهوم حديث نسبيا، أدخل يمكن في الدراسات الأخيرة في 1990 مباشرة، يعني بدأ العمل به، وقبلها كان يعتمد على المؤشر بسيط جدا هو مستوى دخل الفرد، وهو كان بيقيس بالدرجة الأساسية غنى الاقتصادات بتاعت الدول. لكن هذا المؤشر هو تركيبة من مجموعة من العوامل على أساس أنه يقيس مستوى التطور الاجتماعي أكثر من ثروة البلد، بمعنى أنه هل هذه الثروة تعكس نفسها أو وظفت بالشكل السليم في تطوير قدرات المجتمع العلمية والصحية والاجتماعية ولا غير كده. عشان كده المؤشر بتاع التنمية البشرية أو الهيومن ديفلوبمنت اندكس مجموعة أو يقيس مجموعة من العوامل التي تساهم في تطوير ورفع القدرات البشرية من أجل خلق الظروف التي تساعد على تحقيق التنمية، مثل متوسط معدلات الحياة مثلا، ومستوى صحة المجتمع. لأنه ده مؤشر على أنه مدى ارتقاء الخدمات الصحية في أي مجتمع، ومدى يعني تطور الخدمات الصحية، إذا كان من ناحية علاجية، إذا كان من ناحية وقائية، إذا كان من ناحية بتاعة وعي صحي متقدم. أضف إلى ذلك في عنصر آخر يدخل ضمن المؤشر التقييم اللي هو كفاءة النظام التعليمي، لأنه ما لم يكن هناك نظام تعليمي كفء ونظام تعليمي قادر على تلبية احتياجات المجتمع وتطوير قدراته وبناء قدراته الذاتية، بالتأكيد أي موارد متاحة لهذا المجتمع لن تغير من أوضاعه. عامل آخر يدخل ضمن المؤشر بتاعة التنمية البشرية هو مستوى المعيشة، مستوى دخل الفرد في أي مجتمع. وده بالمناسبة يعني برضو فيه جانب ما يتعلق بعدالة التوزيع في داخل في على مستوى المجتمع يعني. أضف إلى ذلك مستوى مشاركة المواطنين في العمل السياسي وكافة نشاطات المجتمع. بمعنى آخر، ما المسألة مسألة إنه والله عناصر اقتصادية فقط الناس تركز عليها، بقدر ما هنالك مجموعة بتاعت عناصر اجتماعية صحية تعليمية سياسية اقتصادية كلها مع بعض، حتى بيئية، كلها مع بعض تشكل مستوى توظيف موارد المجتمع ومدى استفادة المجتمع من هذه الموارد. يبقى ده المفهوم
بشكل عام لفهمنا المستوى بتاعت مؤشر التنمية الاجتماعية. نعم. بعد ده عشان نجي نشوف نحن لما نرجع للتقرير اللي ذكرته انت قبل شوية بتاعت صندوق الأمم المتحدة للإنماء الصادر في 2015 بنلقى مستوى يعني ترتيب إريتريا طبعا متأخر جدا أو في أسفل القائمة بالتحديد، هو 186 من 188 كعادتها في كل السنوات المجالات. الأخيرة بالضبط في كل المجالات بالضبط كده. والدليل على إنه الضعف بتاعت أداء الاقتصاد الإريتري في كافة المجالات والسياسات الحكومية في كافة المجالات. نعم. لكن قبل ما نخش برضو في تفاصيلها يجر بنا أن نمر سريعا على أهم العوامل اللي بتؤدي إلى التنمية البشرية. شنو هي يعني؟ نعم. إذا ما عشان نشوف هل متوفرة في إريتريا ولا ما متوفرة، وليه أداء الاقتصاد الإريتري وأداء إريتريا بشكل عام في مؤشر التنمية الاقتصادية الاجتماعية أو مؤشر التنمية البشرية متدني جدا. أهم حاجة أول حاجة التخطيط الواعي للتعليم وتبني الأساليب الحديثة في العملية التعليمية، ده شرط أساسي لتنمية بشرية متطورة. تطوير الأوضاع السياسية لتمكين المجتمع من المشاركة في السلطة وتحقيق الديمقراطية، ارتفاع مستويات المعيشة، تطوير أساليب العمل الإداري واعتماد التخطيط، تطوير مهارات الفرد والمجتمع فنيا وإداريا، الاستخدام الأمثل للتطورات العلمية الهائلة تقنيا وفنيا، تطوير الخدمات الصحية لخلق مجتمع صحي ومعافى بمعنى مثلا كمؤشرات خفض الوفيات وارتفاع معدلات الحياة، تعزيز ثقافة العمل، تضييق الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين فئات المجتمع والمساواة من خلال تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، الاهتمام بالصحة النفسية على مستوى الفرد والمجتمع ككل. يعني يجب هذه عوامل وشروط لازم من توفرها عشان يكون مؤشر التنمية الاجتماعية بمستوى أعلى. نعم. وهي كلها يبدو انه غائبة تماما متوفرة تماما وتعتبر بالضبط. يعني بالضبط. من المستحيلات. عشان كده لا نفاجأ نعم. لما نلقى إريتريا في الترتيب واصلة يعني 186 من 188 دولة تم رصد مؤشرات التنمية الاجتماعية فيها يعني. نعم. عشان كده يجب أن لا نفاجأ. نعم. إريتريا حتى بمعايير الدول يعني متدنية مؤشرات التنمية الاجتماعية فيها أضعف. طيب إذا بسطنا هذه المعلومات اللي أنت ذكرتها من خلال يعني التقرير والتعريف العام، إذا بسطناها وأخضعناها وأسقطناها على الواقع الإريتري، كيف يمكن أن تقرأ إريتريا اقتصاديا الآن؟ أوكي. خلينا وما هي المؤالات؟ طيب يعني أوكي خلينا نكمل الفكرة بتاعة المؤشر على أساس أنه أرجع للنقطة اللي ذكرتها أنت. نعم. الآن لما نجي نشوف المؤشرات بتاعة التنمية الاجتماعية بتاعة 2015 إريتريا بنلقاها في الترتيب 186، المؤشر بتاعها 0.391. نعم. بالنسبة لمستوى بمعدلات الحياة تلقاها 63.7. نعم. ماذا تعني بمعدلات الحياة؟ يعني أنت ما تولد مثلا لحد ما يتوفاك الله. نعم. يعني أي مجتمع يقاس له مستوى الحياة اللي حيعيشها الإنسان. يعني مثلا تقول والله يا أخي 80% بمستوى تطور الخدمات الاجتماعية والصحية والوعي الصحي والوعي الغذائي. نعم. ده كله بيؤدي إلى إنه يكون مستوى معيشة الإنسان. الأعمار طبعا محكومة بيد الله. نعم. لكن على الأقل ما يتم من دراسات ومن خلال أساليب وسياسات معينة تؤدي إلى إطالة عمر الفرد من خلال حمايته من الأمراض ومن خلال نعم. الوقاية وقايته من الأمراض. نعم. فبالتالي كل ما زادت معدلات حياة الفرد في المجتمع ده دليل على رقي الخدمات الصحية ورفاهية المجتمع. نعم. مستوى دخل الفرد يقدر 1130 دولار سنويا. وده طبعا ما يعني انت لو جيت لاي زول قلت له يا اخي انت مستوى الدخل بتاعك 1300 و 1130 دولار حيضحك فيك يعني. نعم. لانه ده مؤشر اقتصادي بحت ما عنده علاقه بقدرتك الشرائيه انت كمواطن، اللي هو حدود دخلك محدود جدا. يعني ما بتلقى دائما الناس دي لانه ما بيصلها بشكل متساوي يعني الدخل ده يعني. جندر ديفلوبمنت اندكس اللي هو مؤشر المساواة ما بين الجنسين ده بالنسبة لإريتريا غير متوفر. الهيومن سيكوريتي أو الأمن الاجتماعي والإنساني بالنسبة لإريتريا هو 7.1%، مقارنة مثلا لو أخذنا بدول الجوار
علينا دول الجوار لإريتريا بنلقى إنه مستوى المؤشر ده بالنسبة لإريتريا جيد كويس يعني مقارنة بالدول الأخرى، لكن مقارنة المؤشرات الأخرى من الصحة إلى التعليم إلى إنكم وجندر إيكواليتي ديفلوبمنت إندكس، ده كله المؤشرات بتاعت إريتريا ما دون دول الجوار، إثيوبيا، السودان، جنوب السودان لو أخذناها حتى جيبوتي كلها ما دون حتى جنوب السودان، حتى جنوب السودان بما فيها من أوضاع مأساوية وحروب وقتال، لكن العناية بتاعها أفضل يعني. على المستوى، لأن عشان ما نخش في تفاصيل إحصاءات وأرقام نعم يعني نختصر أيوة. بدليل يعني للمقارنة بالدول اللي هي يسموها لو هيومن ديفلوبمنت اندكس، اللي هم الدول الأقل في مستويات مؤشر التنمية الاجتماعية، وهي غالبا اللي هي دول جنوب الصحراء. حتى إريتريا من ديل ما دونه أدنى في المرتبة. عشان كده لو لاحظنا في الهيومن ديفلوبمنت كجروب بتاع سنة 90 إريتريا ما كان عندها، 2000 ما كان عندها، من 2010 بدأ بالنسبة للدول الأقل نموا أو أقل في مؤشرات التنمية الاجتماعية المعدل بتاعها كان 0.487 بالنسبة لإريتريا كان 0.381. 2011 الدول كمجموعة 0.492 إريتريا 0.386 إلى أن نصل ل 2014 حنلقى بتاعت الدول كمجموعة 505 0.505 ما بين، في حين أن إريتريا كانت كم 0.391 يعني ما دون مستوى دول جنوب الصحراء، وهذا مؤشر خطر جدا على أنه مستوى تدني المؤشر بتاعت إريتريا، وهذا مقلق جدا. ما أحب يعني ما دام نتكلم إحنا في أداء كل الاقتصاد مثلا، برضو في يعني بعض المؤشرات الإيجابية في الأداء العام للمؤشر في بالنسبة لإريتريا، مثلا في انخفاض وفيات الأطفال وأمهاتهم مثلا، ارتفاع مستوى الصحة الإنجابية، وعي بالصحة الإنجابية، في ارتفاع أو انخفاض في مستوى الأمراض المنقولة جنسيا مثلا زي الإيدز. ده فيه مؤشرات إيجابية وتم فيه تحقيق خطوات كويسة، لكن بالإجمال لما تشوف الأداء بتاعت مؤشر التنمية الاقتصادية، المؤشر التنمية الاجتماعية في إريتريا كان رديء جدا، وكان يعني مزدني جدا، ويظل مصدر قلق لأي إنسان بيهتم بصحة وهذا الجانب أستاذ أبو بكر لو سمحت لي، يعني المنظمات الدولية أيضا تلعب دور كبير جدا في تخفيض وفيات الأطفال والأمهات والرعاية للأمهات الحوامل ومكافحة الإيدز وغيرها يعني. ده صحيح. نعم. ده صحيح 100% صحيح. طيب أنا داير أسألك سؤال، إنه المعلومات يعني من الواضح إنه إريتريا أو من المعروف إنه إريتريا ما تعلن عن ماليتها أصلا، فهذه المعلومات المالية عن إريتريا كيف قاعد تتحصل عليها هذه الدول؟ هو ده سؤال مهم جدا، لأنه من المعروف إنه إريتريا حتى اليوم لم تناقش بشكل علني ميزانية عامة، ولم تنشر، وأيضا البنوك وهي حكومية كلها لم تنشر أي تقرير عن وضعها المالي، فكيف قاعد يتم التحصل على هذه المعلومات؟ هو طبعا ده صحيح إنه إريتريا من الحالات الغريبة إنه الدولة لم تعلن عن ميزانية عامة منذ الاستقلال وحتى اليوم، وده حالة فريدة جدا وحالة استثنائية في تقديري يعني. نعم. وما في أي مبرر مهما كانت إمكانياتك متواضعة وقدراتك محدودة، بصرف النظر عن هذا يجب أن تعلن، لأن هذا ممتلكات بتاعت مجتمع وقدرات بتاعت مجتمع وموارد بتاعت مجتمع، وأنت مكلف باستخدام هذه الموارد وإبلاغ المجتمع بكيفية استخدامك لهذه الموارد. لأنه في النهاية هذه الميزانية جاية من عائدات بتاعت ضرائب وخدمات ورسوم وكده يعني. فبالتالي هذا من حق المجتمع أنه يجب أن يعرف هذه المسألة، لكن بطبيعة الحال إريتريا لا تهتم كثيرا بإبلاغ المجتمع أو بإبلاغ الشعب بما يتم بما تتبعه من سياسات وما تتخذه من قرارات يعني، لا في مجال الاقتصاد فقط وإنما في كل المجالات يعني. هذه المعلومات بطبيعة الحال المؤسسات المالية ملزمة إريتريا بتقديم المعلومات لها يعني، باعتبار أنه بتتعامل معها بشكل رسمي وبتاخذ منها قروض، بتاخذ منها مساعدات، وبتاخذ منها إعانات، وبتاخذ منها تسهيلات. بالتالي يجب أن يتعامل مع يعني بيدوا هذه المعلومات
للجهات يعني مثلا في ممثل بتاع برنامج UNDP في إريتريا بطبيعة الحال ده مختص بجمع المعلومات وتحديد أساليب المجالات التعاون المشترك ما بين صندوق الإنماء للأمم المتحدة وإريتريا. عشان كده هم بيحدوا دائما في إنه يركزوا في مجال الزراعة، مجال الصحة، مجال التعليم وكده، يعني اليونيسيف بنفس القدر يعني، بالإضافة إلى البنك الإفريقي ومؤسسات اقتصادية أخرى يعني. فبالتالي يعني كان من باب أولى بالنسبة للحكومة الإريترية عشان تبلغ شعبها بما تتخذه من سياسات وبما تتخذه من إجراءات في أي مجال من المجالات، إلا ما إنما يتم الآن هو تقديم هذه المعلومات، ومن خلال وسائل يعني المؤسسات المالية الدولية الناس بتلقى هذه المعلومات، لكن ما بشكل مباشر من مصادر حكومية إريترية، لأنه بيتحفظوا على هذه المسألة وبيتعاملوا معها وكأنه هي بدرجة كبيرة من السرية يعني. طيب أستاذ أبو بكر، يعني الأداء لهذا الحوار مستمع الكريم مع أبو بكر علي عثمان، اختصاص مالية في إريتريا. بكلمة واحدة، ماذا تقول عن هذا الوضع الذي سردته؟ هو الوضع الاقتصادي الإريتري وصل لمرحلة حرجة بطبيعة الحال كما هو في مجالات أخرى في المجتمع الإريتري. والمطلوب أنا أعتقد ما مسألة يعني سياسات إسعافية، لكن تغيير مفهوم أداء الاقتصاد ومسؤولية المجتمع، لأن هذه مسألة بتاعت مجتمع، ما مسألة تتعلق بحكومة. الحكومة يجب أن تكون صريحة مع شعبها وتحدد ما تطرحه من سياسات كما هو متاح للمؤسسات الدولية والمالية الأخرى، يجب أن يطرح للشعب الإريتري، ويجب أن يكون الشعب الإريتري بكامل وعيه يتخذ ما يساهم في رفع معدلات الإنتاج، لأنه لا يمكن أن تتحدث أنت في تنمية اقتصادية اجتماعية من دون ما تغير بنية الإنتاج في المجتمع. البنية يعني هياكل الاقتصاد الإنتاجية مشلولة الآن، مشلولة بشكل كامل. الآن مثلا تلقى الحكومة بتعلن أنه والله التركيز بتاع على 3 قطاعات الرئيسية: البنية التحتية، تنمية القوى البشرية من ضمن القطاعات، والقطاع الزراعي مثلا، في حين انه وين يعني تنميه القوى الاجتماعيه؟ اذا كان احنا بنتكلم في تنميه القوى البشريه وبنشوف الاداء بتاعت مؤشر التنميه الاجتماعيه واصل الى مستوى، ده دليل واضح انه كل ما يتبع من سياسات وكل ما يتبع من اجراءات ان كانت موجوده اصلا غير مجديه يعني. يجب تغيير هذه المساله، وعشان يتم تغيير هذه المسائل كلها يجب تغيير جمله السياسات والفلسفة الاقتصادية، لأنه لا يمكن أن تكون أنت تؤدي يعني اقتصاد أو مجتمع يؤدي بهذا المستوى نتيجة بسيطة جدا لغياب المشاركة السياسية المجتمعية على المستوى الاجتماعي، في السياسة، في الاقتصاد، في التعليم، في كل شيء. وهذا واضح أنه إريتريا بتهجر الشباب. 1 2 إريتريا غائب فيها تماما الدور الاقتصاد الخاص وقدرات الأفراد والمشاركات للرأسمال الإريتري، والذي دخل في البداية ثم بدأ يتراجع لوراء. نعم. طيب أبو بكر، لننتقل بعد هذا الوضع القلق الذي طرحته، لننتقل لموضوع العملة في إريتريا. يعني الناس تحدثت كثيرا عن هذا الأمر، ولكن الكلام الكثير هو كان في الغالب كلام سياسي. يمكن أن تجمل لنا كرجل عندك علاقة بالمالية كيف يتم تبديل العملة في العالم بشكل عام، ولماذا يتم، وما هي الإجراءات التي تتخذ قبلا وبعدا، وهل هذا الأمر ينطبق في إريتريا؟ إذا أوجزت لنا هذا الأمر بيكون شاكرين. أوكي. فهو في عامة أي دولة طبعا من حقها تحدث يعني تغيير في عملاتها في ظرف معين. نعم. شيء طبيعي وإجراء طبيعي معمول به على مستوى العالم يعني. نعم. لكن لازم يكون في أسباب، وتطرح هذه الأسباب إذا كانت أسباب وجيهة، تطرح هذه الأسباب للمجتمع المعني بتغيير عملته. مثلا بشكل طبيعي إذا كان في أحداث سياسية بتحولات مفصلية في علاقة مجتمع، مثلا زي استقلال دولة كانت مرتبطة اقتصاديا وسياسيا بدولة مستعمراها، بطبيعة الحال لازم تعمل عملتها. في هذه الحالة يعتبر فك ارتباط الاقتصاد ما بين الدولتين، وبالتالي تكملة للاستقلال السياسي بسيادة الدولة على مواردها وعلى سياسات المالية والاقتصادية.
دي مرحلة أعتقد إريتريا تجاوزتها، وغيرها من الدول بتعمل بها في أي مرحلة من المراحل. باستقلال إريتريا أعلن في 97 العملة بتاعت إريتريا اللي هي نقفة يعني. يبقى دي مرحلة ما حتتكلم فيها كثير لأنه ما بتعني شيء في الوضع الراهن. بعد نجي نتكلم في سياسات ممكن تستخدم تغيير العملة في كوسيلة من وسائل سياسية ومعالجات نقدية للتحكم في الأسعار ومعدلات التضخم، وخاصة في ظروف الأزمات السياسية والمالية والاقتصادية. نعم. بحكم أن إريتريا تعاني من أزمة اقتصادية عميقة بسبب اختلال الهياكل الإنتاجية زي ما قلنا مثلا قبيلك، وضعف الإيرادات وتخبط السياسات وارتفاع معدلات الإنفاق في الجوانب الأمنية والعسكرية بالتحديد، ممكن نقول هذا عامل موجود، إلا أنه من الصعب تفسير دوافع تحويل العملة بهدف السيطرة على استقرار الأسعار ضمن السياسات النقدية التي تتبع من الدول للتحكم في الكتلة النقدية المتداولة. وذلك لسبب بسيط جدا، هو أن الكتلة النقدية في إريتريا يعني إذا كان افترضنا أنه والله يا أخي جزء من أداة من أدوات السياسة النقدية أنه أنت عاوز تسيطر وجود كتلة نقدية خارج مصارف أوعية المصارف الجهاز المصرفي لأي دولة، تقوم تعمل تعديل أو تغير العملة على أساس أنه تتحكم في الكتلة النقدية المتداولة. لكن احنا في إريتريا لو نشير إلى بعض الأرقام بنلقى إنه الكتلة النقدية تم تخفيضها من 119% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 إلى 14.3% فقط في عام 2014. نعم. يعني كان في كتلة نقدية هائلة جدا في الاقتصاد في الأوعية بتاعت التداول. هذه الكتلة النقدية تم تخفيضها بمختلف الوسائل، سحبها إلى أن وصلت إلى مستوى 14.3% من إجمالي الناتج المحلي. يبقى في هذه الحالة ما عندنا مشكلة بتاعت كتلة نقدية خارج السيطرة بتاعت الجهاز المصرفي تشكل لك عبء على الاقتصاد من خلال رفع وتيرة التضخم وانفلات الأسعار. ما عندنا هذه المشكلة نشتغل في الحالة دي يعني. يبقى هذا السبب في هذه اللحظة أعتقد غير مجدي، منتفي يعني منتفي بالضبط. نعم. بالضبط. يبقى إذا كان السبب السياسي منتفي والضرورات النقدية أو ضرورات السياسة النقدية برضو منتفية بحكم الأرقام اللي بتتحدث عن نفسها، يبقى الاحتمالات الأخرى واحد من اثنين. نعم. واحد إنه في مهددات أمن اقتصادي يتعرض له الاقتصاد الإريتري، وده ممكن يعني صحيح أنه في الدول بتلجأ له إذا كان العملة بتاعها اتعرضت لمحاولة بتاعت تزوير وإغراق السوق بعملات مزيفة من أجل تخريب المصارف والقدرات المالية بتاعت البلد. نعم. وإريتريا بطبيعة الحال أعتقد يعني في وضع استثنائي نتيجة سياسات الحكومة من خلال عداء مع الجميع، واعتقد يعني خصومة أكثر من أصدقائها في إقليميا ودوليا، وبالتالي هذا العنصر فيه من الوجاهة ما يمكن أخذه في الاعتبار، وإن لم تصرح الحكومة حتى الآن في حدود علمي ما صرحوا أنه والله السبب الأساسي لتغيير هذه العملة هو ده يعني. بالتالي يعني كاحتمال وارد مع الظروف السياسية والأمنية اللي بتعيشها المنطقة، يعني متوقع أي دولة ممكن تعمل تلعب هذا الدور اللي هو من خلال التأثير في سيطرة الحكومة الإريترية على السياسات النقدية والمالية. طيب إذا كان ده عامل وارد، فعامل آخر برضو أيضا فيه من الوجاهة ما يخلينا ننتبه له. نعم. اللي هو خلينا نسميه ضبط يعني إيقاع التنافس بين مراكز المافيا المالية اللي شهدت انتعاش كبير في 10-15 سنة الأخيرة على مستوى يعني أصحاب نفوذ وسلطة في داخل مؤسسات الدولة، إذا كان على المستوى العسكري أو الأمني أو الاقتصادي. فبتظهر بنلقى مجموعة من المراكز اللي ظهرت بشكل مباغت أو بشكل فجائي أو بشكل غير طبيعي، إنه أدى يعني ظهرت فيها يعني ملامح الثروة بالإضافة إلى السلطة، وبالتالي قد يكون هو جزء من يعني
ضبط الإيقاع في التنافس ما بين المراكز المالية اللي ممكن ظهرت نتيجة الاتجار في أنشطة غير مشروعة أو نتيجة يعني استغلال نفوذها ومراكز سلطتها في تحقيق مكاسب خاصة. وفي مؤشر ذات دلالة في هذه النقطة يجب أن يشار إليه اعتقد اعتقال مدير البنك التجاري لفترة وجيزة جدا كان ذات دلالة، وإن لم تتضح المعلومات أو لم تتوفر معلومات بشكل كافي، لأن هذا الرجل ظل في هذا الموقع من بعد التحرير، يعني مباشرة من بعد التحرير لحد يوم اعتقاله. فيعتبر واحد من مراكز بتدير القطاع المالي والمصرفي في إريتريا، لأنه هو مدير أكبر مركز تجاري مصرف تجاري إريتريا، اللي هو مركز البنك التجاري الإريتري، بالإضافة إلى أنه في البنك العقاري لا البنك التجاري عندنا، وبنك التنمية الإريتري عندنا، والبنك العقاري التجاري اللي هو التابع للحزب الحاكم وكلها حكومية. والإنشورنس، دي المؤسسات المالية المسيطرة في القطاع المصرفي المالي، دي المؤسسات أبرزها وأكثرها تأثيرا هو البنك التجاري الإريتري، بالإضافة إلى البنك القومي طبعا البنك الوطني موجود. طيب سريعا يعني، طيب في هذه الحالة الدولة يعني ما هي الإجراءات التي يعني تتخذها قبل وبعد لكي لا يتضرر المواطن العادي؟ إذا كان الحكومة الإريترية تأخذ في الاعتبار مصالح المواطن الإريتري. نعم، هو في كل الأحوال لازم أول حاجة ناس تعلن بشكل مباشر أسباب تغيير العملة، لأنه ده حق طبيعي لأي مواطن عشان يفهم ما يجري حوله، لأنه أنت بتعامل واحد. نعم. أضف إلى ذلك تسهيل الإجراءات تاع تغيير العملة والفترة الزمنية الممنوحة للتبديل. نعم. الثلاثة يجب الأخذ في الاعتبار مستوى تعامل المواطنين مع القنوات الرسمية كمصارف وبنوك، لأنه جزء كبير من المجتمع الإريتري بالمناسبة ما يتعامل، جزء كبير لا يتعامل مع البنوك، لأنه انتشار البنوك نفسه محدود في المدن الرئيسية. نعم. وقدرة الادخار، يعني القدرة الادخارية للمجتمع الإريتري انخفضت بشكل كبير جدا، وصلت إلى مستوى 6% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي. ده بدليل ده بيعكس ليك مستوى الفقر والإفقار المورس ضد الشعب الإريتري في السنوات اللي فاتت. هذا بجانب يعني غياب الثقة بين المواطن والحكومة التي تدعي أنها تمثل. ده حقيقة، هذا حقيقة. طيب أبو بكر، إجمالا في ختام هذه الحلقة ماذا يمكن أن نقول؟ ما هي هذه الأوضاع؟ ما هي مؤالاتها في الأخير؟ في تقديري السؤال الأساسي هو ما في مجال الاقتصاد، إنما في مجال السياسي. السؤال الأساسي بيقع في المجال السياسي، بمعنى أنه كل ما اتبع من سياسات ومن إجراءات ومن معالجات، إذا كان على المستوى الاقتصادي إذا كان على المستوى الاجتماعي، ما أدت إلى النتيجة المطلوبة. بالتالي يجب الناس أن تغير، يجب الناس أن تتعامل بشكل جديد، بأفق جديد، بسياسات جديدة. الموارد ما بتخلق اقتصاد رفاهية، ما الموارد اللي بتخلقها؟ الفرص والسياسات. لا السياسات موفقة ولا الفرص متاحة. يعني سيطرة الاقتصاد بمؤسسات محدودة حكومية لا يمكن أن يفعل أو لا يمكن أن يزيد من مستوى معدلات الإنتاج. المواطن الإريتري العايش تحت القهر والكبت وغياب الحريات لا يمكن أن يكون مشارك بشكل فاعل في أداء مهمته، تحمل مسؤولياته ومعرفة حقوقه وممارسة هذه الحقوق. بالتالي فلسفة السياسية يجب أن تتغير بشكل كلي. الرؤية لإريتريا من دون هذا المواطن، من دون مشاركة هذا المواطن، يجب أن تصل إلى حده. وهذا يعني إذا وافقتني أنه إريتريا ماشية باتجاه الدولة الفاشلة. أنا ما بعد الدولة الفاشلة لما نقول هي حقيقة مش ماشية في ملامح من وجود الدولة الفاشلة. إذا كان دولة غير قادرة على حماية مواطنيها، هو واحد من مظاهر الدولة الفاشلة. إذا كان غير قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها، هذا دليل على أو مظهر من مظاهر الدولة الفاشلة. فهي وصلت درجة أو دخلت مرحلة من مراحل الدولة الفاشلة. أتمنى أن لا يستمر هذا الطريق كثير. يعني. نتمنى جميعا أن لا يعني يستمر هذا الوضع برمته على ما هو عليه، والخروج من هذا المأزق قطعا هو بإحداث تغيير جذري
في بنية الحكومة وفي وضع الدولة في إريتريا. في نهاية هذا الحوار الأستاذ أبو بكر علي عثمان، الموظف السابق في وزارة المالية والموجود الآن في مدينة ميلبورن الأسترالية، أشكرك باسم إذاعة المنتدى وأتمنى لك إقامة طيبة في هذا المستقر الذي لم تختاره قط. شكرا جميل. شكرا جزيلا. صوت المنتدى. هذه نشرة الأخبار أستهلها بقراءة العناوين. اشتباكات مسلحة بين إريتريا وإثيوبيا في الأراضي الإريترية المحتلة. اغتساب 3 فتيات من منتسبي الخدمة الإلزامية بمعسكر ساوا. تفاصيل الأخبار. شهدت الأراضي الإريترية المحتلة من قبل إثيوبيا في 31 من شهر ديسمبر الماضي اشتباكات مسلحة بين وحدتين استخباريتين إريترية وإثيوبية. وأفادت مصادر إذاعة صوت المنتدى بأن الاشتباكات المسلحة وقعت في ضاحية دمب حمبرتي بمنطقة بادمة في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الفائت، عندما تعرضت وحدات استخباراتية إريترية لهجوم مفاجئ من قبل نظيرتها الإثيوبية. واستمرت الاشتباكات لمدة ساعة كاملة وأدت إلى قتلى بين الطرفين لم يتسنى لمصادرنا التعرف على أعدادهم. هذا ورغم إحجام الدولتين عن التصريح بالحادث، إلا أنه لم يكن الأول من نوعه، وإنما شهدت المنطقة المحتلة حوادث عديدة في الآونة الأخيرة، كان آخرها اشتباكات اندلعت بين الطرفين في أواخر العام الماضي واستمرت لمدة 2 ساعات أودت بحياة العديد من العسكريين من الطرفين. والجدير بالذكر أن إثيوبيا تستمر في احتلال الأراضي الإريترية في منطقة بادمة، وتقوم ببناء البنى التحتية لمؤسساتها العسكرية والإدارية في المنطقة، في انتهاك واضح لقرار المحكمة الدولية الإلزامي والنهائي والقاضي بسيادة إريتريا على منطقة بادمة المتنازع عليها. ويذهب العديد من المراقبين إلى أن الموقف الإثيوبي الرافض للقرار النهائي والإلزامي أدى إلى استغلال العصبة الحاكمة في أسمرة حالة لا حرب ولا سلم في التغول في استبدادها وطغيانها الذي يدفع ثمنه الشعب الإريتري المغلوب على أمره. وأعلنت أغلب التنظيمات والأحزاب الإريترية المعارضة عن رفضها للاحتلال الإثيوبي للأراضي الإريترية، وطالبت في أكثر من مناسبة باحترام السيادة الإريترية واحترام القرار النهائي والإلزامي لمفوضية الحدود الإريترية الإثيوبية وتطبيق بنوده في أسرع وقت. اغتصبت 3 فتيات من مدرسة وارساي كألو في مركز التدريب العسكري بساوا بعد أن أجبرن على حضور حفل ماج أقامه الضباط وإداريو معسكر ساوا احتفالا برأس السنة الميلادية. وذكرت مصادر إذاعة صوت المنتدى من معسكر ساوا أن الفتيات ال3 من لواء التدريب الرابع قد تم اغتسابهن بالقوة وعثر عليهن في حالة إنهاك مريعة استدعت تلقي العلاج بمشفى ساوا العسكري لعدة أيام. ورغم اعتقال مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة بعد التعرف عليهم، إلا أن مصادرنا تؤكد أنهم سيخرجون منها دون عقوبات رادعة نتيجة للمحاباة والمحسوبية التي تمارس في مثل هذه الحالات للتغطية على ممارسات المسؤولين الإجرامية. ويذكر أن المعسكر قد شهد حادثا مماثلا في شهر يناير من العام الماضي، حينما تم اغتساب فتاة كانت تعمل ضمن قسم التأهيل المهني بساوا بعد استدعائها لاستلام رسالة من أهلها، وقامت مجموعة من المسؤولين باغتسابها وقتلها. وفي خطوة استباقية قامت إدارة المعسكر باعتقال زميلاتها في القسم في معتقل حدش معسكر خوفا من تسريب أي معلومات تتعلق بالجريمة، بينما تم إبلاغ أهل الفتاة بوفاة ابنتهم نتيجة لذبحة قلبية. وتتزايد أعداد الهاربين من طلاب معسكر ساوا نتيجة للممارسات اللا إنسانية التي تتعرض لها الفتيات من حين لآخر.
وحسب الإحصائيات التي ترد إلينا من جهات موثوقة تؤكد أن المعدل الشهري لهروب الشباب من معسكر ساوة وصل إلى 300 طالب ومتدرب ومجند من الجنسين خلال العام الفائت. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية ساعة اليوم، شاكرين حسن الاستماع والمتابعة. نأمل أن يتجدد اللقاء بكم في الأسبوع المقبل على خير وعافية. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه.